مباراة مرتقبة بين الأهلي والجيش الملكي المغربي في المغرب. النوعية دي من المباريات هي النوعية المميزة بالنسبة لي، وهي مواجهة أندية شمال أفريقيا في ملاعبها. وإن كان في تراجع على مستوى أندية شمال أفريقيا في السنوات الأخيرة، بما فيهم الترجي اللي أعتبره مع الأهلي هما قطبي الكرة الأفريقية، ولكن المباريات في المغرب دائما صعبة حتى لو في تفوق فني للأهلي، والسبب نوعية الجمهور هناك القادر على تقليل الفوارق الفنية. وعشان كده بشوفها مباراة متكافئة وتحدي حقيقي لإستروب. وبعيدا عن فرص الفريقين في المباراة، ولكن في نقطة فنية حابب أتكلم فيها. النقطة دي وهي ثنائية مروان وديانج. الثنائية اللي أنا أشوفها مميزة ولكن على المدى القصير، لأنها بتغطي على المشاكل الدفاعية الفردية الموجودة في الفريق حاليا. ولكن في يناير لازم يتم دعم خط الدفاع بالكامل، لأن ما ينفعش الأهلي يلعب باثنين لعيبة رقم 6. خط الوسط اللي أتمنى أشوفه بعد تدعيم خط الدفاع مروان عطية كرقم 6، وقدامه 2 إمام عاشور وبن رمضان.